أنا وكم صاحب من زمايلنا اللي كنا في الكشافة مع بعض زمان بنحب نخطط رحلات تخييم في الغابات كل فترة. بما إننا عندنا تاريخ مشترك الأمور دايما بتكون ماشية تمام، لكن واجهنا حاجة ما كانتش الكشافة محضرانا ليها. إحنا اتدربنا دايما إننا نخلي بالنا من الحيوانات البرية والنباتات السامة والعناكب اللي فيها سم والحاجات دي، لكن محدش قالنا إن حتى في أعماق الغابات ممكن نقابل ناس. عندي قصص كتير عن مقابلة ناس غرباء في البرية وبعضها مضحك، لكن عندي تجربتين عايز أشاركهم معاكم وهم أكتر إزعاجا. أول مواجهة حصلت في ولايتي الأصلية فلوريدا في بداية يناير. أنا واتنين من أصحابي حجزنا موقع تخييم بسيط ورخيص لآخر الأسبوع، لكن لما وصلنا اكتشفنا إن المكان مش منعزل زي ما كنا متخيلين. كان على طريق ترابي قريب من طريق سريع ريفي. كان في مواقع تخييم كتير على طول الطريق حوالينا، معظمها كان فاضي، لكن على بعد حوالي ربع ميل كان في عيلة شكلها عايشة هناك. وعلى الناحية التانية من الطريق الترابي كان في راجل غريب لوحده بيخيم جنب عربيته سوبارو. الراجل ده ما قالش حاجة لنا واحنا بنجهز، لكن كلنا لاحظنا انه كان بيراقبنا. مش بس كده، كان عنده جراب كبير للمطرقة على جنبه. من تصرفاته العامة قدرنا نخمن انه شخص منبوذ اجتماعيا بيختار يقضي معظم وقته لوحده في الغابات عشان راحته الشخصية وسلامة الآخرين. أول يوم كله كان محافظ على مسافته، لكن ما كناش بعيدين عن بعض، يمكن حوالي 30 قدما من حدود موقع تخييمنا لموقعه. اضطرينا نقبل إنه غالبا هيكون سامعنا طول الليل. لحسن الحظ أول ليلة عدت تمام، وفي اليوم التاني بدأ يتقرب مننا. أنا وصاحبي دخلنا الشجيرات نجمع خشب للنار، وهو جه وقال لنا فين ممكن نلاقي مواد أحسن مش متعفنة زي اللي كنا بنجمعها. قلنا له إننا هنفكر في الموضوع، لكن كان تصرفاته غريبة جدا بالنسبة لنا. عشان نعمل كده كان بيتلعثم وبيسيل لعابه كتير، وبيمسك على مقبض المطرقة بتاعته كأنه متوتر أو حتى خايف جدا مننا. كان واضح إنه مش متعود خالص على التعامل مع الناس، لكن بعد ما حاول يساعدنا في أول تفاعل حقيقي بينا قررنا نهدى شوية. لو في حاجة كنا شايفينه جار مسلي لآخر الأسبوع، وبما إننا كنا أكتر منه 3 لواحد حسينا إنه مش ممكن يشكل خطر علينا. مع نهاية اليوم حصل تطور غير متوقع. بدأ الموضوع بعربية واحدة بتدخل وتوقف في موقع التخييم اللي جنب الراجل صاحب السطور. على طول بدأنا نراقب رد فعله. كان واضح إنه متضايق جدا من ده، لكن الموضوع ما وقفش هنا. شفنا بعينينا عربية واحدة تتحول ل2 وبعدين 3 وبعدين 4 وفي الآخر 5. كان مجموعة كبيرة من شباب المدينة اللي حجزوا 3 مواقع تخييم جنب بعض. كان حظهم إنهم دخلوا من غير قصد على المساحة الشخصية للراجل اللي ماسك السطور. الطريقة اللي كان بيراقبنا بيها كانت تبدو عادية مقارنة بنظرات الموت اللي كان بيبص لهم بيها. حاول يتصرف بشكل طبيعي، لكن كان واضح إن جسمه كله متوتر وهو بيبص لهم. الأمور كانت هتسوء لما الكلب ظهر. كان في كلبين في الحقيقة، لكن أصحاب واحد منهم كانوا سايبينه يتحرك من غير رباط. في خلال دقايق الكلب جري على موقع الراجل صاحب السطور وبدأ ينط عليه بحماس زي الجراء الصغيرة. سمعنا الراجل بيزعق للكلب وكلنا بصينا نشوف اللي بيحصل. الراجل كان واقف متجمد كأنه بيحاول بكل قوته إنه ما يفقدش أعصابه ويطلع السطور ويقطع رأس الكلب في اللحظة دي. بسرعة صاحب الكلب جري واحتوى الكلب بتاعه، وهنا سمعناه بيقول حاجة مقلقة: المرة الجاية الكلب ده يجي هنا أنا هقتله. كنا فاكرين إن ده هيخلي شباب المدينة يفهموا إنهم ما ينفعش يتصرفوا كأنهم أصحاب المكان كله، لكن الغريب إنهم ما كانوش متأثرين خالص. بعد الموقف ده فضلوا يربطوا الكلب بتاعهم، لكن لما الليل جه بقوا أكتر إزعاجاً. الكلاب بتاعتهم كانت بتنبح طول الوقت، وكان في محادثات كتير في نفس الوقت بين حوالي 10 أشخاص، وكلهم كانوا بيزعقوا عشان يسمعوا بعض لدرجة إننا كنا بنسمع كل كلمة بيقولوها. قضينا الليل كله بنتكلم بصوت واطي ونتريق على الحاجات الغريبة اللي سمعناها منهم. صاحبي عمل تقليد كويس جدا لأكتر واحد مزعج في المجموعة، وكان بيكرر كل اللي بيقوله بنبرة ساخرة. لما النار طفت والجو برد قررنا ننهي اليوم وننام في الأرجوحات بتاعتنا. كان الجو برد جدا بالنسبة لمعايير فلوريدا، فلما صحيت مع الفجر كنت بردان جدا ومش قادر أقوم، فقفلت عيني عشان أنام شوية كمان. لما فتحت عيني المرة اللي بعدها شفت صاحبي قاعد جنب مكان النار بيحاول يشعل الفحم اللي كان موجود من الليلة اللي فاتت. ما كنتش في مود إني أقوم لحد ما النار تشتعل،
فقفلت عيني تاني. بعد شوية سمعت أصوات، وفتحت عيني بسرعة لما أدركت إن واحدة من الأصوات كانت صوت الراجل صاحب الساطور. كان واقف فوق صاحبي اللي كان قاعد جنب مكان النار، وكان داخل موقع التخييم بتاعنا، وإيده كالعادة على مقبض الساطور. عملت نفسي نايم وسمعت المحادثة من الأرجوحة بتاعتي. الراجل سأل: مين فيكم اللي كان بيعمل الصوت الغبي ده؟ صاحبي اتلخبط شوية وبعدين رد وقال: أنا. حصلت لحظة صمت خلتني أتوتر وأتوقع إنه هيطلع الساطور، لكن ده ما حصلش الحمد لله. بدل كده ضحك ضحكة غريبة وقال: يا راجل، كنت بضحك في الخيمة بتاعتي طول الليل بسببكم. صاحبي تنفس الصعداء وقال: ده كويس يا راجل، إحنا كنا شايفينها مضحكة. بعدين الراجل قرب وقال حاجة تانية: أنا جد يا جماعة، كنت قريب جدا. لو ما كنتش ضحكتوني بالطريقة دي كنت على بعد 10 ثواني من إني أروح هناك بمسدس 9 ملم وأخليهم يسكتوا. صاحبي ما قدرش يلاقي رد للموقف ده، وده كان مفهوم. الراجل كمل كلامه وقال: أنا بكره لما الناس بتوع المدن يجوا هنا، المفروض يفضلوا في أورلاندو. انتوا مش من هناك، صح؟ صاحبي كذب وقال: لا لا، احنا مش من أورلاندو، احنا من منطقة جينزفيل. الراجل رد: مش وحش. بعد كده قال: على أي حال أنا راجع دلوقتي عشان أحاول أخليهم يمشوا، أشوفكم لاحقا. أخيرا الراجل لف ورجع لموقع التخييم بتاعه. بمجرد ما بقى بعيد عن السمع، صاحبي بصلي وشاف عيني المفتوحة وقال: انت سمعت الكلام ده؟ رديت: يا راجل، الحمد لله إننا ماشيين النهاردة. بعد شوية صاحبنا التالت صحى وخرج من الأرجوحة بتاعته، وما كانش عنده فكرة عن اللي حصل لحد ما حكينا له. بعد كده كلنا اتفقنا بالإجماع إننا ننهي الرحلة بدري شوية. ما كلناش فطار في المخيم، وبدأنا نحزم حاجتنا ونمشي قبل الساعة 10 الصبح. حاولنا نتعامل مع الموضوع كأنه نكتة، لكن لما قلناها حسينا إنها كانت جدية أكتر من اللازم. مش فاكر مين اللي قال الجملة، بس واحد مننا قال: تخيلوا نرجع البيت ونلاقي في الأخبار إن في راجل ضرب نار على موقع التخييم كله، وكان مليان ناس من أورلاندو. الحمد لله ده ما حصلش، لكن لما مشينا كان الإحساس كأننا سايبين الناس دول لمصيرهم. مش عايز أفكر في اللي كان ممكن يحصل لو ما كناش ضفنا لمسة من الفكاهة للوضع ده. الموقف كان فعلا خارج توقعاتنا، وما قدرتش أفكر في طريقة تانية أتعامل بيها معاه. اللي محدش بيخطر في باله إن ممكن يبقى فيه زحمة وهو طالع رحلة تخييم بدائية. لكن للأسف ده ما كانش آخر تجربة لنا مع الغابات.